انا نفسي ابني حاجه لنفسي بجد بس ما عنديش وقت. دي اكبر كدبه بنضحك بيها على نفسنا واحنا مطحونين في يومنا. الحقيقه لو انت رجعت يومك هتلاقي نفسك بتصحى تجري على الشغل، ترجع مهدود، تقعد على الكنبه وتفتح الموبايل تسكرول لساعتين 3 4 عشان تفصل دماغك، وفجاه تلاقي اليوم خلص. وانت هنا مش ما عندكش وقت، انت بس سايب اليوم هو اللي يسوقك. وعشان تخرج من الدوامه دي، الحل مش ان انت تسهر ليالي او تقلب حياتك، لا، الحل ان انت تسرق ساعه واحده بس في اليوم لنفسك. بمعنى ساعه واحده تاخدها من السوشيال ميديا، تاخدها من المواصلات، تصحاها بدري قبل دوشه اليوم. لو حسبتها اخر الشهر هتلاقي نفسك معاك 30 ساعه. 30 ساعه دول كافيين جدا انك تخلص فيهم كورس كامل عن الاي اي اوتوميشن على سبيل المثال، او انك تبني البيزنس بتاعك اللي هيغير حياتك. والقاعدة دي أنا اتعلمتها من الكتاب ده، واسمه ميك تايم، لسبب. لأن الوقت مش حاجة بتلاقيها فاضية في يومك، هو الوقت حاجة أنت بتصنعها وتخلقها للحاجة اللي تهمك بجد. فما تسيبش بكرة يفلت منك زي النهاردة. وقبل ما تنام بالليل اسأل نفسك سؤال واحد بس: بكرة هسرق الساعة بتاعتي منين؟ سلام.